يا مساء الفل او صباح الفل حسب ما بتشوفونا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. خلينا نخش في الموضوع على طول. كنت بتفرج على حلقه كابتن ابراهيم فايق وشادي حبشي وملاك دونجا الزملكاوي. وكان في كذا حاجه اتكلم فيها، وانا بصراحه بعد الحلقه كنت اسجل على طول، بس يعني حصلت ظروف ما سجلتش. محتاج ارد على شويه حاجات هو اتكلم فيها. ملاك بيقول لك الزمالك بيمر بفتره صعبه والاداره مش عارفه تلاقي حلول والجمهور هو اللي شايل النادي على كتفه. طيب، بص يا ملاك، محدش يختلف ان الزمالك فعلا في فتره صعبه. يعني بس خلينا نسال سؤال بسيط: هو ليه الزمالك دايما في نفس الدوامه؟ كل سنه نفس الكلام. مفيش فلوس، اللعيبه مش بتقبض، مدربين ماشيين. اللي انا حابب اقوله لك ان المشكله الحقيقيه مش في قله الموارد، المشكله في اداره الموارد. الاهلي ما عندوش مصباح سحري يعمل كده يحل مشكله، عنده اداره بتشتغل بخطه، ما عندوش عشوائيه. الزمالك محتاج اداره تدير. وبرضه تاني حاجه اتكلم فيها ملاك ان هو قال مجلس اداره الزمالك الحالي بيعمل اللي عليه، بيسدد ديون ومستحقات وبيحاول يحل المشاكل اللي هي يعني المشاكل اللي موجوده في نادي الزمالك، واحنا مش المفروض نلومهم. طب ما هو ده الطبيعي يا ملاك، ده الطبيعي. الطبيعي انك تسدد ديونك وتحل مشاكلك، هو مش انجاز، انت ما بتعملش انجاز، ده الحد الادنى لاي اداره محترمه ان هي تعمله. الانجاز الحقيقي يا ملاك انك تعرف تمنع الازمات، يعني من الاساس اصلا، مش انك تفضل طول عمرك زي ما بيقولوا ايه، تطفي في حرايق. الاهلي بيغلط بس بيتعلم، الزمالك بيغلط ويرجع يعمل نفس الغلط تاني. هي دي فرق الادارات يا ملاك، وهي دي فرق العقليات، وازاي ان انا اقدر امشي منظومه. طيب، ملاك بيقول تاني برضو، بيقول اللعيبه ما بتاخدش فلوس فمش هتلعب بضمير، فطبيعي اللاعب يبقى عنده التزامات ومش هيقدم وهو مش قابض. طيب، كلامك صح يعني كلامك صح من حيث المبدأ، يعني خلينا واضحين، كلامك صح من حيث المبدأ، بس هنا بيبان الفرق بين يعني المنظومتين بقى. لو احنا نتكلم اهلي وزمالك، اللعيبه في الاهلي لو اتاخر مستحقاتها اسبوع عارفه انها جايه في ميعادها، عارف ان النادي منظم. لكن لو من الناحيه الثانيه في الزمالك، اللعيب اصلا بيلعب مش ضامن بكره، وده سبب ان الاهلي دايما تلاقي عنده التزام وانضباط. مش لان اللعيبه يعني ملايكه، اقول لك اللعيبه في ملايكه في الاهلي او في الزمالك، لا، لان النظام جوه النادي الاهلي بيخليهم محترفين غصب عنهم. ده فرق هقول لك الادارات، او فرق ان انا اقدر ان انا امشي الاداره، او امشي اداره جوه هيكل النادي الاهلي او هيكل نادي الزمالك. فاهم قصدي؟ ملاك برضو جاي بيقول ايه بقى؟ بيقول لك الاهلي بياخد تسهيلات ومساعدات من اتحاد الكوره والحكام بيخافوا منه، فالطبيعي ان العداله تبقى واحده. حلو قوي، انا هرد عليك رد بسيط يا ملاك وبالعقل ويعني بالمنطق. يعني المقوله اللي انت بتتكلم فيها دي او الكلام اللي انت بتقوله ده احنا سمعناه من 20 سنه ولسه بيتكرر. بس انا يعني خليني اقول لك بقى الحقيقه، او اللي الكلام اللي محدش ممكن ما يقولكش. الاهلي مش بيتدلع، الاهلي عارف القانون وعارف ازاي امتى يستخدمه صح. الاهلي بيستغل كل نقطه قانونيه ويعرف ينفذها بورق بورق رسمي، مش بالصوت العالي. هو نفس اتحاد الكوره اللي الاهلي اشتكى منه في الفيفا، ونفس الحكام اللي الاهلي اتضر منهم برضه سكت احتراما للنظام. بس الفرق يا ملاك ان الاهلي ما بيقعدش يعلق شماعته على التحكيم، الاهلي بيكسب بجهده مش بالحكام. دي نقطه من النقط اللي جه اتكلم فيها مع كابتن ابراهيم فايق، وشادي حبشي عرف يرد عليه
برضو، بس يعني مش حسيت ان انا يعني هو شادي حبشي رد عليه، بس انا حسيت ان الرد بصراحه زي ما بيقولوا ما كيفنيش. ملاك برضو جه اتكلم وقال لك الاهلي زمان ما اتخصمش منه 6 نقط، واتخصم بس 3 نقط، واللي حاول يعدل يعني اللي حاول يظبط الموضوع ده للاهلي اختفى من الاتحاد، من اتحاد الكوره. طيب يا عم ملاك، الموضوع ده لو الاهلي كان غلطان فيه، الزمالك كان طلع ورق رسمي وثبته والاهلي اخذ جزاءه زي ما بيقول. بس ده برضه بيتقال كل سنه من غير دليل. الاهلي يعني دي من المميزات اللي فيه، الاهلي عنده قوه قانونيه، عنده موقف واضح، عنده موقف واضح، ما بيحبش الفهلوه ولا نروح بقى نزعق فنكسب. فاهمني؟ الناس فاكره احترام الاهلي للمنظومه ضعف، لكن الحقيقه ان ده اللي مخليه دايما رقم واحد، ده اللي مخلي الاهلي دايما رقم واحد. فيا ملاك دونجا، ده اللي المفروض انت تبقى فاهمه، والمفروض لما تيجي تحاول تطلع اكاذيب عن النادي الاهلي تبقى انت فاهم انت بتقول ايه. لكن انت ما عندكش حقائق، ما عندكش ورق، ما عندكش حاجه، فيلا بينا نهيس في الهيصه زي ما بيقولوا. ملاك بيقول برضو ايه، الاهلي بيتعامل يعني ايه، يعني الاعلام بما معناه يعني الاعلام بيخاف منه، التحكيم بيخاف منه، حتى اتحاد الكوره بيلغي معسكرات المنتخب عشان خاطر الاهلي. طيب بص يا ملاك، هو ده الفرق بين النادي اللي عنده قيمه وتاثير والنادي اللي عنده صوت عالي. بس الاهلي يعني مش بيفرض نفسه، الاهلي ناس بتحترمه لانه يعني زي ما بيقول ايه، في انضباط ونجاح. ولما يكون في موقف، يعني لما يكون موقف ضد الاهلي، محدش بيقدر يخبي. الاهلي ما بيكسبش بالرهبه، الاهلي بيكسب عشان بيستغل كل حاجه قانونيه جوه النادي الاهلي. الاهلي دايما بيخطط، بيعرف يعمل للاداره، الاداره بتعرف تعمل لمستقبل النادي الاهلي وجماهيره. ده رد عليك يا ملاك. ومن الحاجات برضو اللي اتكلم فيها ملاك، قال لك الاهلي دفع ملايين في لعيبه اجانب وما استفادش منهم، بس ما حدش بيكلمه زي الزمالك. طيب فرق بسيط يا ملاك، ان الاهلي لما بيغلط يعني زي ما بيقولوا ايه، بيتعلم من غلطه، يعني بيتعلم من غلطه. واعتقد شادي حبشي رد عليك، قال لك لما انا لما هو ملاك جه اتكلم في نقطه الفلوس، وان في لعيبه احنا لسه لحد دلوقتي بندفع لها فلوس وبتاع، وده اهدار للمال العام وبتاع. ده فرق لما الاهلي بيغلط في حاجه او الاهلي بيلتزم بحاجه بيكملها للاخر. الزمالك لما بيغلط بيكرر نفس الغلط 300,000 مره. الزمالك عنده ادارات بتسيب المشاكل تتراكم وبعدين يقول لك اصل الظروف. ده الفرق. فرق ان الاهلي عنده اداره بتعالج، الزمالك عنده اداره، او جميع الادارات اللي جت عندها اسمها يعني مسميتها انا كده ما بين قوسين كده اداره المبررات، يبرر لك اي حاجه، هم مش عايزين يبصوا على الحقيقه. وبرضه جه اتكلم بيقول لك جمهور الزمالك هو السبب ان النادي لسه واقف، لولا الجمهور الزمالك كان وقع من زمان. طيب دي النقطة الوحيدة في البرنامج كله أو في الحلقة كلها إن أنا متفق معاها مليون في المية. جمهور الزمالك فعلا يعني جمهور عظيم مخلص، بس برضه يعني الجمهور لوحده ده مش كفاية. النادي لازم يكون عنده منظومة تليق بالجمهور دوت، زي ما النادي الأهلي بيعمل كده. الأهلي الأهلي ما بيستناش جمهوره ينقذه، هو جمهوره في ظهره. الأهلي هو اللي بيحافظ على نفسه عشان جمهوره، وده الفرق بين منظومة بتخدم جمهورها ومنظومه عايشه على دعم جمهورها. دايما الزمالك عايش على دعم جمهوره، ده الفرق. يعني النادي الاهلي دايما بيخدم جمهوره وبيوفر لجمهوره كل حاجه.
ده الفرق ما بين يعني الادارات او العقليات. تمام. جه اتكلم بقى على القصه الكبيره اللي هم طبعا يعني هي دي بالنسبه لهم دلوقتي الحياه عشان نادي الزمالك يحيى، ارض اكتوبر. ملاك بيقول ان هو ده الحل، يعني ارض اكتوبر هي الحل، والدوله بتحب تشوف الزمالك ناجح لكن الظروف ضدهم. تمام. الظروف مش ضدك يا ملاك او ضد نادي الزمالك، الظروف ضد اي حد ما بيعرفش يستغل اللي عنده. ارض اكتوبر مش شماعه، هي مشروع، هو يعني هو مشروع كان لازم يبدا ويتنفذ من سنين. انت عندك الارض من 2003 على ما اعتقد. الاهلي كمان، يعني الاهلي كمان عنده مشروعات وعنده استثمارات، بس الفارق ان الاهلي بدا من بدري، يعني خطط للمشاريع دي صح ومشى زي ما بيقولوا ايه بخطوات ثابته. الزمالك للاسف دايما بيبدا متاخر، وبعدين يقول لك اصل الظروف، اصل مش عارف الجوابات. الزمالك بيبدا متاخر، الزمالك بيعلق شماعته على اي حاجه. انت الارض عندك من 2003 مستلمها، جاي دلوقتي عامل انشاءات يعني ما يكملش 1% عشان الدوله بدات ان هي تسحب منك الارض. ده فرق ادارات يا استاذ ملاك. بص يا ملاك، يعني ما حدش بيكره الزمالك، لكن لازم نعترف ان الاهلي والزمالك مش بيتقارنوا دلوقتي. الاهلي عنده منظومه بتشتغل، الزمالك عنده اداره بتتكلم كتير بس ما فيش تنفيذ. الاهلي دايما بيكسب عشان بيخطط صح، الزمالك بيخسر عشان بيبرر. لو قعدنا فكرنا ثانيه ان لو الزمالك قرر يشتغل بعقل الاهلي، ساعتها اقسم بالله المنافسه الحقيقيه هترجع، وساعتها الاهلي والله هيفرح ان هو بيكسب الزمالك في اقوى ظروف ليه، مش هيكسب الزمالك وهو مشتت. ده كلامي وده ردي لاستاذ ملاك دونجا الزملكاوي، اللي انا شفت حلقه والله من اغرب ما يكون، وردوده من اغرب ما يكون. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، واتمنى اكون قدرت اوصل يعني ردي على الحلقه اللي كانت مع كابتن ابراهيم فايق. اشوفكم على خير، استناكم في حلقه جديده، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. سلام.